هل ابنك بيتهرب من المناسبات؟ بيخاف يتكلم قدام الناس؟ بيرفض يشارك في الفصل؟ أو حتى بيرتبك جدا لما حد يوجه له الكلام؟ ممكن نقول ده خجول، بس ساعات الخجل بيتحول لقلق اجتماعي حقيقي. اضطراب بيخلي الطفل يخاف من التفاعل مع الناس خوفا من النقد أو الإحراج. ازاي تكتشف الطفل ده؟ ان الطفل بيرفض يرد على الأسئلة في الفصل، بيتوتر لو حد بصله، بيمتنع عن الكلام حتى مع قرايبه أو صحابه، بيحس ان كل الناس بتراقبه. الفرق بين الخجل الطبيعي والقلق الاجتماعي ان الطفل في القلق الاجتماعي بيعاني، ممكن يتهرب او يعيط او حتى يتظاهر بالمرض عشان يتفادى المواقف الاجتماعية. طب ازاي اساعد الطفل ده؟ اوعى تجبره على التفاعل بالعافية، امدحه على اي محاولة صغيرة بيحاول فيها يندمج، دربه على مواقف اجتماعية بسيطة في البيت، وفر له مساحة آمنة للتعبير من غير ما تقاطعه أو تضحك عليه. لو بقاله شهور كده وده بيأثر على حياته، لازم يكون في تدخل من أخصائي نفسي. الهدف مش إنك تغيره، الهدف إنك تساعده يلاقي نفسه وسط الناس. شارك الفيديو مع كل أب أو أم شايفين إن طفلهم مش اجتماعي، واستناني الحلقة الجاية بنفهم طفلك خطوة بخطوة. ولو محتاج تستشير حد يساعدك أو تفهم أكتر، تقدر تبعتلي مباشرة لطلب استشارة نفسية خاصة خلال الواتساب. أنا هنا عشان طفلك ياخد فرصته في التغيير الحقيقي.